وصفتنا النهارده هعمل معاكم الفراخ المشويه بس على الفحم. انا شويت قبل كده معاكم فراخ بس في الفرن. تعالوا بقى اقول لكم التريكات بتاعه محل المشويات اللي بيشوي الفراخ او سواء لحم او اي حاجه. بصوا انا بحب لما اجي اشوي فراخ بحبها تتقطع شيش، يعني مش بحبها تتقطع قطع كبيره. اولا ده هيفرق معاكي في التسويه، وكمان هيفرق معاكي من اول ما بتتبلي الفراخ لحد لما بتشويها. هتاخد معاكي وقت بسيط قوي على الفحم، وفي نفس الوقت هتطلع مستويه سوا جيد جدا. اول حاجه انا بمسك، بصوا الورك بقطعه كده قطعتين، الحته دي لوحدها تمام، والدبوس لوحده. بعد كده بغسله بالملح والليمون بعد ما قطعت الفراخ. وبعدين بمسك اللي هي المدققه بتاعه اللحمه والفراخ. لو مش موجوده عندك بتستخدمي اي حاجه زي ايد الهون والحاجات دي. نبدا ان احنا بصوا نكسر عظم الفراخ كده ونعملها زي الستيك. نرفع قطعه الفراخ جدا كده، بتحطيها بس جوه يعني كيسه وتبداي ان انتي ترفعيها بالشكل ده. ده بيفرق في ايه؟ بيفرق في التسويه. بيخلي اولا مفيش في العظم مبقاش فيه بلد بعد ما بتستوي، وبتاخد وقت بسيط جدا علشان كمان وهي على الفحم ما تنشفش معاكي. بعد كده بجيب السكينه وببدا يعني اعمل زي فتحات كده بسيطه قوي في قلب قطع الفراخ. ده برضو بيخلي التتبيله تدخل اكتر في الفراخ، وبيخليها عامله زي الفراخ اللي بتشتريها من بره بالظبط. انا هنا برضو الصدر قطعته نصين، قطعتين قطعته على قطعتين، كل صدر قطعته على قطعتين. وبعدين برضو اديته اللي هو عملته بالشكل ده. زي بصوا انتوا تحسوا ان انا مكسره العظم وشايفين الورك مش ماسك بعضه كده. انا عايزاه كده يبقى بالشكل ده، لانه هيفرق معايا قوي في التسويه. انا بعد ما قطعتها ونضفتها بالملح والليمون هنبدا نشوف التتبيله بقى اللي بيعملها الراجل بتاع المشويات سواء لحمه او فراخ. نفس الكلام اللحمه انا هوريكم عشان انا عامله لحمه برضو اللحمه نفس الكلام. بتبداي ان انتي تعمليها زي الستيك كده، تخبطي عليها بس كده كام يعني خبطايه كده علشان ايه تبقى رفيعه، وتبداي تنغزي برضو اللحمه بالسكينه علشان تدخل فيها التتبيله، وبتفرق جدا في التسويه، وبتبقى سريعه جدا ان انتي بتطلعيها من على الفحم قبل ما تنام. التتبيله بقى بتاعتنا او التتبيله بتاعت المشويات عموما: بصل مفروم، وتوم مفروم برضو او مقطعاه قطع، التوابل بقى والتتبيله اللي هي بيعملها اصلا في محلات المشويات سواء يعني اللحمه او الفراخ. هتحطي فلفل اسود وملح بس. انا حاطه هنا نص معلقه بس 7 بهارات. لو انتي حابه تحطي بهارات او اي توابل عندك خاصه بالفراخ واللحمه. ولا بنحط خل ولا بنحط ليمون. الخل والليمون بيخلي اللحمه او الفراخ بتاعتنا تدي زفوره، ودي عن تجربه على فكره. والمحلات عمرها ما بتحط ولا خل ولا ليمون. طبعا بنحط بقى التتبيله دي بنقلبها كده في اللحمه والفراخ، وبنسيبها يومين او يوم، يعني اقل شيء يكون يوم تحطيها في رف التلاجة. وبعدين قبل ما تسيبيها في الطبق كده تجيبي كيس وتحطي كل الفراخ بالتتبيله، وتقفلي الكيس تلفيه كده وتحطيه في قلب الطبق، وتاني يوم تشوي على طول. لو انت قدامك الوقت متاح تعمليها قبلها بيومين. ده هيفرق جدا في طعم الفراخ وهيخليها كأنها بالظبط شارياها من بره. تعالوا بقى ننزل نشوي في الجنينه، اوريكم انا هشوي ازاي الفراخ اللي اتبلت حطيناها في التلاجة قبلها بيومين. تعالوا بقى نحط الفحم. احنا هنعمل الفحم هوريكم بيتشغل ازاي. نجيب بصوا، نحط زيت كده في المناديل، نبدأ نحطها هنا. نحط برضو هنا كده. بس بعدين نبتدي نولع، تبقى الدنيا
الدنيا سهله معانا قوي. كله دلوقتي هيبقى اهو، كل ده ونقلبهم فوق النار دي هيشتغل معاكي بسرعه جدا اهو. بصوا تبداي تحطي كده الفحم بالماشة دي كده، تقربي الفحم هيبدأ يولع بسرعة جدا. تجيبيه الريشة وكده كده بس هيشتغل الأول، وبعدين نبدأ ايه نظبط الدنيا. هي دي أسهل طريقة وأسرع طريقة ان انتي تعملي بيها تشغلي بيها الفحم. بصوا دي الجنينة بقى بتاعتنا، دي الشجر، دي كانت شجرة ليمون، بس العمارة دي وهي بتتبني بصوا عمارة كبيرة ازاي، كسرت الشجر اللي كان هنا. دي شجرة جوافة، ودي الديوك الجميلة دي ودي الطيور. يلا بقى عشان نحط دي كده الشبكة، نبدأ نرص الأكل ولا بس كده. ناخد الفراخ نحط بسم الله اهي. بعدين نقفلها بقى. نبدأ نشوي بسم الله. كده اهي. تعالى يا محمود، تعالى امسك لي دي كده. بس اقفل انا هشيل. بسم الله. تاني امسكها تاني. كده نكون خلصنا الشوي، بس احنا بنحبها تكون كده. نطلع بقى بسم الله. شوفي الرز ما شاء الله خلص. هات بقى كده، تعالى قرب الطبق هنا كده. بسم الله.
اقرب الطبق هنا يا بودي. استنى عشان انا ايه اهو. كل واحد بقى ايه يغرف لنفسه. استنى بعدين ناخد بقى السلطه بتاعته. كده بقى كده اوعى انت ايدك. كده يكون خلص اليوم بتاعنا اللي بنشوي فيه في الجنينة. يا رب يكون عجبكم. ايه 3 معالق. ايوه بس يلا اقفل. طب اعمل ايه؟ وبنحط زي بسم الله. من الشاي. بسم الله. نهوي بقى الايه اهي. حسب عشان هولع نور. بس 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 بسم الله. طبعا ما تحط، احنا مش بنحط سكر يا عم. تسلم ايدك. تن تن. يعني ما تضغطش جامد تاني. يلا كده يكون خلص الفيديو. يا رب يكون عجبكم اليوم بتاعنا اللي بنشوي فيه في الجنينة. يا رب يكون عجبكم. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ولسه مشتركش في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.